سنكسار اليوم 30 باب 1741 للشهداء. أحسن الله انقضاءه ونحن مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب والرأفات يا آبائي وإخوتي آمين. النهارده في قصتين مهمتين: ظهور رأس الشهيد العظيم كروز الديار المصرية مار مرقس، والقديس إبراهيم المتوحد. نبدأ بالقديس إبراهيم المتوحد. اتولد في منوف تبع محافظة المنوفية في الدلتا، وكانوا والديه أسرة غنية. ربوه والديه على الأمانة المسيحية وعلى الأخلاق المسيحية والتربية المسيحية. وبعد فترة بعد ما كبر حب هو اشتاق على الرهبنة، فتوجه إلى أخميم لأب الرهبنة اللي هو القديس العظيم أنبا بخوميوس أب الشركة. ألبسه ثياب الرهبنة وقعد في الدير مع الشركة مع إخواته الرهبان 23 سنة. بعد ال 23 سنة اشتاق ان هو يدخل الى التوحد. استأذن أنبا بخوميوس ان هو يدخل في البرية الداخلية ويتوحد. سمح له القديس العظيم اب الشركة الأنبا بخوميوس ان ياخد الخطوة دي. دخل جوه وتوحد، قعد فيها 16 سنة. طب كان بياكل ازاي؟ كان بيجي يعمل الشباك اللي هي الشبكة بتاعت الصيد، صيد السمك، ويبعت حد من المؤمنين اللي موجودين في اسكندريه يقول له بعد اذنك في اخميم، يقول له بعد اذنك روح بيع لي الشباك دي وهات الفلوس بتاعتها. يصرف على نفسه، يجيب فول بميه بملح، هو ده اللي بياكله فقط. طوال ال 16 سنه كان بياكلها مره واحده بس في اليوم وهي في المساء، واي فلوس تفيض عنه يروح موزعها على الفقراء والمساكين. بعد 16 سنه حس خلاص ان ربنا اعلمه ان هو هيتوفى امتى. بعت القديس الانبا تدرس اللي هو كان مكان الانبا بخوميوس. انبا بخوميوس كان اتنيح، فتلميذه الانبا تدرس هو مسك مسؤوليه الرهبان في اخميم، بعت يستدعيه. فلما جه خد بركته وصلوا مع بعضهم، وجه نفسه نحو الشرق، شمس البر والشفاء في اجنحتها ناحيه الشرقيه، وتنيح بسلام. وقام الأنبا تدرس باستدعاء الآباء الرهبان من أخميم اللي هم متجمعين، صلوا على هذا الجسد العظيم وأسكنوه في مع الآباء القديسين الموجودين دفنوه في وسطهم. بركة صلاته فلتكن معنا ومعكم يا آبائي وإخوتي آمين.